إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على هديه واتبعه الله إلى أن نلقاه. أما بعد فيا عباد الله، فقد بين الوحيان القرآن والسنة حقيقة المسلم في عقيدته وحقيقة المسلم في عبادته، وحقيقة المسلم في يقينه بمراقبة الله له، وحقيقة المسلم في يقينه بالآخرة. كما بينوا أمرا آخر، أخلاق المسلم في تعامله الاجتماعي. المسلم في عقيدته يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المسلم في عبادته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج بيت الله الحرام ويصوم رمضان. المسلم في مراقبته لله يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. هذا المسلم في إيمانه وعبادته ومراقبته، والمسلم في تسليمه بالقدر، والمسلم في إيمانه باليوم الآخر. بقي أن نعرف هذا المسلم الذي عبئ إيمانا لا بد أن تكون هنالك دلائل على أن هذا الإيمان بحق فاعلا وليس مخدرا. فجاءت النصوص الأخرى التي تبين كيف تكون أنت مع غيرك، أنت وغيرك، كيف تكون مع غيرك. هذا الذي يسمونه في كتاباتهم اليوم بشكل كثير وناشط الغير، المسلمون والغير، أو المسلمون والآخر. الحقيقة أنك لابد أن تقول أنا والآخر، لأنه لابد أن تكون أيضا لي علاقة معينة مع المسلم وليس مع غير المسلم فقط. نبدأ بحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث فضالة
بن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس، هكذا الناس على دمائهم وأموالهم أو على أنفسهم وأموالهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو من سلم الناس من لسانه ويده. هما روايتان صحيحتان، مرة قالها من سلم المسلمون، وأخرى قالها من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. يا إخواني، بطولة الحروب والمعارك رأينا قصص عن البطولات عند المسلمين وغيرهم. نريد هذه البطولة أن تجاهد نفسك في طاعة الله. وهنا نذكر الحديث النبوي الآخر وهو صحيح: ليس الشديد بالسرعة، الشديد القوي ليس هو الذي يصرع الناس. السرعة الذي يصرع الآخرين، إذا قاتله صرعه، إذا باطحه بطحه، إذا حاربه غلبه. فبيقول النبي: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من أمسك نفسه عند الغضب. هذا حديث نبوي واضح. يا إخواننا، حتى علماء النفس المعاصرين وجدوا أن هذه القاعدة دون أن يقرأوا حديث غيره، توصلوا عن طريق دراساتهم وبحوثهم أن البطولة التي يستحقها الإنسان السوي، بيسموه إنسان سوي، هو من لا يفارق الغضب. بظل الإنسان يغضب، ولكن يمتحن عند الغضب: هل يسيطر عليه الغضب أم هو يسيطر على الغضب؟ هذا هو. النبي يقول: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من ملك نفسه أو أمسك نفسه عند الغضب. إذن والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذه النفس يشد رسنها حتى لا تمضي بعيدا. من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر ما حرم الله. هذه الأربعة تبين حقيقة المسلم الاجتماعي. المسلم مع الغير، مع الغير سواء كان هذا الغير مسلما أم غير مسلم، لأن الحديث صريح: المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. والحديث الآخر: من سلم الناس بلسانه ويده. عند البخاري أيها الإخوة يقول أحد الصحابة: خير المسلمين من أنصف الناس من نفسه. ثم ماذا؟
الشدة أو العنف. هذا هو. هذه هي أمة محمد التي عليه الصلاة والسلام يفتخر بها في الدنيا والآخرة. أتدرون يا سادتي، عندما تبحثون جيدا لتعرفوا معالم عظمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم في نشر كذا وكذا واللي بدك اياه كل هذا كلام صحيح، ولكن أبرز معالم شخصيته أنه استطاع أن يحول العربي الذي لا يسكت ولا يغمد سيفه إذا أهينت فرسه، وليس هو، استطاع أن يحولهم إلى أناس يقاتلون إذا أمروا، وإذا قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كفوا أيديهم. حتى ذكرت لكم قصة عمر بن الخطاب كما يقول بعض القصاص إنه عندما نزلت هذه الآية واحد فقير صغير هيك بيطلع له 220 صغير، راح على منتدى قريش قال له شو رايكم اني اضرب عمر كاس؟ قالوا له خنيس انت؟ قال انا. او زي ما قالوا حبايبنا الفيلي انا. اعجبكم ليش يعني؟ ولك يا راجل انت اذا بصق عليك قتلك، ولك روح واحد يروح اختفي اختفي. قال كم تعطوني؟ هذا كان 10 جمال، هذا 10 جمع حوالي 20 30 40 جمل. قال طيب اعطوني ضمان، فاعطوه ضمان. ملك سيدنا عمر ظل قدامه موت، ظل سيدنا عمر على وجهه. اطلع عليه سيدنا عمر، الرجل فقير صار زي بين الارض والسماء. قال له انك تعلم اننا نهينا عما تخاف منه. استغربوا الجماعه وقال عمر او هذا العربي الذي كان يثأر لفرسه الآن يلتزم الصمت عندما يضرب هو. لماذا؟ عندما بحثوا ازدادوا غيظا لأنهم وجدوا أن عمر الشجاع القوي البطل ائتمر بأمر السماء وتخلى عن أوامر نفسه. هذه عظمة النبي، جعل الوحي يقود هؤلاء الناس وليست نفوسهم وليست أعرافهم أو عاداتهم وليس غضبهم. مشان أنهي حتى لا أطيل، أنا بذكر لكم حادثة كيف تضبط النفوس، كيف تضبط النفوس. حتى لا يعتدي هذا على ذاك ولا هذا على ذاك، وحتى نظل فعلا مسلمين مؤمنين نجاهد أنفسنا في طاعة الله ونهاجر كل ما حرم الله علينا، ويسلم الناس من ألسنتنا وأيدينا، ويأمننا الناس على أموالهم وأنفسهم، من أجل أن نكون عنوانا
مقصرين في عبادتنا، ثم نريد أن نكون مع الآخر محسنين غير متسرعين. الناس ينظرون إلينا فيأمنون، ينظرون إلينا فيشعرون أنهم سلموا. ولذلك أسأل الله أن يجمع الله شتات الناس مهما اختلفت آراءهم وأفكارهم حتى نحقق هذه القاعدة: يأمن الناس منا ويأمن المؤمنون منا، يسلم الناس منا ويسلم المسلمون منا. هكذا نجاهد أنفسنا فلا نسمح لها أن تسيطر علينا. قلت المثل الذي سآتي به لم يأتي، بس اقرأ الآية: أتدرون ماذا فعلت النفس في أول قاتل على الأرض؟ ابن آدم قابيل ما أذنب أخوه معه، أمر أن يقرب قربانا فقرب، كل واحد قرب قربانا. تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل. قد تسأل لماذا؟ كان هابيل كان قربانه بإخلاص، وذلك كان قربانه عن جحية وبلطجة. فبعد أن قبل قربان أخيه قال له: أنت قتل. قال: لا أقتلن. الأخ الثاني قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله. يا إخوان لاحظوا الجملة الخطيرة: فطوعت له نفسه قتل أخيه. لاحظ الصيغة: طوعت. أصبحت هي التي تطوعه، هي التي تقوده، هي التي تمسك برسله وتديره كيفما شاءت. ليس هو الذي يطوعها. الأصل أن تطوع أنت نفسك وليس أن تطوعك هي. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. عندما تسيطر النفس على هذا الإنسان الذي كرمه الله بخلقه الجميل وكرمه بالتكليف، إذا سيطرت النفس وقعت الجريمة والعياذ بالله. ادعو الله والمؤمنون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. نسألك بأسمائك الحسنى بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهم أولادنا يا ربنا الهدوء والأخلاق والسكينة، وأن يكونوا سلما لبعضهم أمنا لبعضهم، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك أن تشل أيدي من كنا ندعو لهم يوما بالنصر، أن تشل يد نصر الله، أن تشل يد حسن نصر الله وكل جنده المجرمين القتلة الذين يقتلون الناس في سوريا. اللهم عليك به وببشار
اللهم عليك بجنده وجند بشار. اللهم خلص السوريين من هذه المحنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترد شر إيران عن المسلمين. اللهم رد شر إيران عن المسلمين. اللهم رد شر روسيا عن المسلمين. اللهم رد شر الصين عن المسلمين. اللهم رد شر أمريكا عن المسلمين. اللهم رد شر أوروبا عن المسلمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.